تعالى اجيلكوا شويه من المستقبل واقول لك على شويه حاجات هتحصل لك بعد لما تعمل فلوس، مع ان انا مش تبع الكلام ده، ان انا اقول لك في حاجات بره عن الدروب شيبينج، بس انا بكلم ناس هتعمل فلوس وبكلم اخواتي وعايز انصحهم نصيحه من القلب. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكم بلاكر. طبعا احنا بنروح وبنيجي، بس الفكره كلها احنا ما بنعملش محتوى في الفراغ كده وخلاص. انا بحب اعمل محتوى، يعني ببقى عايز اطلع اقول كده، مش عشان انا لازم ابقى متواجد معاك واعمل معاك واسوي معاك، لا انا شغال الحمد لله. النهارده محققين اكتر من $5000 وهنزل كيس ستادي، الريزلتس قدامك اهي، ودي الحمد لله يعني اثبات ان انا شغال بره عن اي حاجه خالص. ده غير الكوتشنج. انت عايز تفصل مثلا، عايز تفصل كل لون لوحده. ايوه، عشان مثلا على سبيل المثال لما حد يخش الكوليكشن مثلا يحط بلاك مثلا ده غير الستودنتس، ده غير كل حاجه. انا ابتديت اعمل فلوس 2019، يعني ايه جنيه يخش جيبي وابتدي ان انا اهو، يعني من الاخر زي ما بيقول لك كده لعبه الظهر، اللعب حلو قوي. انا هجي لك بقى من المستقبل في شويه حاجات انت هتشوفها، دي ضريبه ان انت عملت فلوس. طيب 5 حاجات، ولو عرفت اقول 6 و7 والكلام جاب معايا هقولهم لك، مش هبخل عليك بحاجه. خليني بقى تقول لي ايه اكتر حاجه كنت انت مؤمن بيها، سواء نقطة أولى أو تانية أو تالتة أو رابعة أو 5. تقول لي النقطة كده في الكومنت، لازم تقولها لي عشان أشوف إيه أكتر حاجة الناس بتفكر فيها في المستقبل. طيب ابتدى الراجل، شقيت، تعبت، خدت فلوس من بابا، خدت فلوس من ماما، واتيفر اللي انت عملته. أنا دلوقتي يا سيف خلاص هعمل فلوس. اجيلك من المستقبل. اول حاجه ثقتك بنفسك هتزيد قوي. يعني انت لو مش واثق من نفسك، تعرف كويس قوي ان انت لو انت واثق مليار في المية، اول ما تمسك مليم هتبقى ماشي كينج. ولو انت كينج من غير ما تعمل فلوس، او انت عندك ثقتك بنفسك الحمد لله كويسه، هتبقى ثقتك زياده، قلبك هيموت. فبالتالي ده سلاح ذو حدين، لا اما هتبقى قاعد وراسي، لا اما هتقلب معاك بخطوره، هتبقى خطر. يعني ايه خطر؟ يعني ممكن تقلب معاك بعنف، ممكن تبقى تقلب معاك بمشاكل، هتبقى مش فارق معاك اي حد واي حد يجي عليه، لا يعني من الاخر هيبقى بينك وبين البلطجي ان انت راجل بتعمل فلوس والبلطجي ما بيعملش فلوس. فثقتك بنفسك دي استخدمها صح. انا بالنسبه لي مش هقول لك كان معدوم من الثقه، كنت شخص عادي خالص، انا كنت عادي، بس دلوقتي واثق من نفسي لدرجه ان انا ببقى قاعد في اي قعده ممكن ابقى ساكت اهزر بس لحد اتكلم ان انا بعرف، وحد يجي عليا فانا ابقى واثق من نفسي في كلامي. لا، بحاول اداري ثقتي دي عشان لو حطيتها في اعتبار ممكن تيجي على ناس بالاذيه. انت واثق من نفسك خليها لنفسك، ودي هتكتسبها بمرحله الفلوس. تاني حاجه، هيبقى عندك كلمة الفلوس صوتها عالي قوي جوه دماغك. وهنا هكلمك عن نصيحة اللي فعلا هتديك مكانة ملهاش مثيل في المجتمع، وهتديك مكانة ما بينك وبين نفسك، وهيبقى عندك حاجة اسمها ايه؟ الرضا. هتبقى راضي. خلي بالكم، انا عدى عليا مرحلة بعد ما عملت فلوس نزلت صفر تاني. ايام الكورس ال8 ساعات، او مش ايام ما كانت الشانل مسروقة وكنت كان في انترو، ولا كان كل حاجة اتسرقت، وكان حد عزيز عليا مات، وشركة مش عارف ايه حصل ايه، وقالوا سيف محمود ده اتعمل له هاك، ده مش عارف ايه. كانت قصه. ده كان ساعتها كنت فوق وهوبا كنت داون. طيب صوت الفلوس هيبقى عندك عالي. اوعى، انا جايلك من المستقبل، هتعمل فلوس ما تتكلمش مع الناس على فلوس. محدش يعرف انت عندك ايه، ما حدش يعرف، ما تتكلم بصيغه انه زي ما في حد انا عزيته قوي، وده مثال حي على كلامي. راجل الدرايفر الكبير اللي كلنا بنعشقه، محمد حمدي لحد دلوقتي لما بيجي يتكلم على العربيه يقول لك العربيه بتاعتنا، حتى مش بيقول لك بتاعتي. ما بيتكلمش ان هو يمتلك حاجه، لكن هتقعد تتكلم انا اشتريت، انا عملت، انا سويت، انا عملت، انا سويت، انا مع ناس الحبايبك. انا بقولها هنا مثلا من غرض الموتيفيشن، وبتكلم ان انا ببقى يعني من الاخر بتبقى طالعه مني وبحاول اطلعها بشكل شيك جدا، شكل شيك جدا. بس الفكره كلها هيبقى 80% من كلامك ان انت
انا جبت، انا سويت، انا لسه مشتري الجزمه دي ب 1000 يورو، انا لسه مش عارف ايه من 2000 يورو، تقعد تتكلم بصيغه العمله كتير. ده مش كويس، ده مش كويس. عمرك شفت نجيب ساويرس بيطلع يتكلم يوريك حسابه في البنك؟ مفيش. احنا لسه في البدايات. انا لو وصلت ليفل نجيب ساويرس عمري ما اتكلم في الفلوس، عشان الناس عارفه هو على ايه. خلي الناس يعني تدرك انك معاك فلوس من غير ما تتكلم ان انت معاك فلوس، من شكلك، من مهندمتك، من كلامك الكويس. ما يبقاش حيلتك غير الفلوس، لا انت لازم يبقى حيلتك حاجات كتير قوي غير الفلوس، زي الاصول، الاحترام، الرجوله، وانتي كسنت الانوثه، الاناقه، الشياكه، وبعد كده الفلوس هتبان بعدين بقى. ودي انا نصيحه سمعتها من حد وانا كنت قبل داخل ثانويه عامه، قال لي ما تشغلش بالك، ماني ويل كم. وفعلا هو قالها لي كده، انا فاكر الكلمه دي، وحتى الراجل ده انا ما شفتوش تاني في حياتي غير 10 دقايق. الحاجه اللي بعد كده حاجه مهمه قوي 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 قوي، ركز معايا بقى فيها جدا. انت اول ما تعمل فلوس هتبقى كل حاجه مفتوحه قدامك، ولو مش مفتوحه قدامك يعني سواء كويس او لا. انا عن نفسي كسيف، انا هتكلم بقى، انا بكلمك جاي لك من المستقبل اهو، عادي الحمد لله، مش ناسي ربنا، بس الحمد لله بعيش شويه من نوع من انواع الشباب. يعني ممكن اروح حفلات، ممكن اسهر، ممكن اعمل، بس الفكره كلها ان انت بتلاقي ناس انا بحسبها كده، بحس ان دول مش شكلي، بحس ان دول مع ان هم ناس بيعملوا فلوس اكتر مني كتير، بس النقطه كلها ان انت هتبقى في ملذات في حياتك هتبتدي تغري عينك، وهنا ضيعت فلوسك في الحاجات اللي مش مهمه، بكره تبيع الحاجات المهمه عشان تصرف. ما عنديش مانع، العب، اسهر، روح، اعرف، سوي، بس النقطه كلها يبقى في حاجه انت عارف ان هي مؤقته. ليه بقول لك كده؟ عشان ما تعملش اللي انا بقول لك عليه ده وانت عندك 50 سنه 40 سنه زي الناس اللي احنا بنشوفهم. لا، دي مرحله في حياتك لازم تاخدها. انت مش مهتم بيها، انت احسن من ناس كتير. طب انت مهتم بيها، تبقى مقتنع ان انت هي مرحله وهتعديها وخلاص، وما تضيعش وقتك فيها خالص. يعني ايه؟ خدها من نوع من انواع المكافاه، ما تاخدهاش من نوع من انواع ان حد يكلمك فتنزل. فالفكره كلها هتتشتت بالملذات، وكل حاجه هتبقى متاحه قدامك. انا عجباني جزمه هروح اجيبها، انا عجباني مش عارف ايه هروح اجيبها. الغلطه دي انا بعملها، بس للاسف بعملها في حاجه انا بحبها، وهي ايه؟ بحس ان انا بعمل لها كونفرت في حاجه من نوع ان هي ايه؟ مكافاه. يعني مثلا انا بحب الجزم، انا ممكن يكون في جزمه اشتري منها الثلاثه وتبقى نفس اللون ونفس المقاس، بس انا عجباني دي هجيب منها عشان ما حدش يروح. طب ده غلط، وانا بقول لك ان ده غلط، بس النقطه كلها المدمن مش عايز كل الناس التانيين يبقى مدمنين زيه. حلو قوي. فالفكره كلها خد ملذاتك على اساس ان هي نوع من انواع المكافئات، مش اسلوب حياه. رابع حاجه ومهمه جدا 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 برضو، هتلاقي في ناس كتير حواليك، حته الناس كلها هتبقى حواليك. عايز اقول لكم على حاجه، اتكلم عن نفسي انا بقى. كان ورايا ظباط كتير، ورايا ناس كبارات تقيل، ورايا معلمين، ورايا ناس بنسميها في لغه السوق بابات، ورايا بقى اشكال صعبه. افتكرها كده، الحوت لما بيمشي بيبقى عليه سمك، لازم يبقى عليه سمك فوق وتحت عشان ياكلوا الطحالب اللي عليه وبتاع. ما عمرك شفت سردينه عليها شويه سمك؟ لا. فالنقطه كلها في ايه؟ اتعلم تقعد مع مين فين، امتى، مع مين، امتى، فين. بيت، لو انت عايش لوحدك محدش يخش بيتك بتاعك انت بس. لو انت مكان شغلك محدش يخش شغلك غير انت، ولو انت ليك زبون وغير اللي منك اللي هيفيد المكان. هيبقى ليك يعني زي ما بنقول كده ناس كتير ولما كدابه، وكلهم هيبقوا اخواتك، كلهم هيبقوا اصحابك، ما انت بتعمل فلوس. خصوصا بقى لو انت اتكلمت، لو انت قررت الغلط بتاع اللي هو انا بعمل فلوس ودنيا، ساعتها هيبقى الموضوع فعلا هيبقى فيه ناس كتير قوي. الفكره كلها في ايه بقى؟ انت في الاول وفي الاخر هيقعدوا ينزلوك، في الاخر انت مش هيبقى معاك ولا حاجه. والفكره كلها في ايه بقى؟ ايه اللمه اللي مش كدابه؟ وخدها بقى مني نصيحه، وانا ما فيش حد هيقول لك الكلام ده. تقعد في قعده تبقى انت اقل واحد فيهم، بس ما تجيش على حدش، يجي على كرامتك، حدش يهينك، وهم يبقوا مقتنعين ان انت اقل واحد فيهم، بس انت احسن منهم عشان انت في ليفل هم لما كانوا في سنك ما عملوش كده. وده اللي انا بعمله. النقطه كلها في ايه؟ اختار لمتك. انا ممكن اعمل فيديو كامل على الموضوع اللمه ده يا جماعه، فيديو كامل واتكلم فيه براحتي قوي، لان انا الحمد لله قابلت ناس كتير في حياتي، وقابلت ثقافات كتير من ستودنتس، من كل حاجه. انا كل بلد لما باجي اتكلم مع اي طالب في اي حاجه اقول له عايز تدفع ضرايب ولا مش عايز تدفع ضرايب، ببقى عارف الضرايب بتاعت البلد، عارف بنوكه، عارف ازاي يداري ضرايبه، ازاي يستقبل فلوسه من غير وش. كل ده انا عارف في اي بلد الحمد لله.
من اول كوبا كان عندي طلاب من كوبا، كان عندي طالب عربي ساكن في كوبا، كان رايح كوبا سياحه وقعد فيها شويه، وامريكا وكندا وبولندا، رومانيا، روسيا، بيلاروسيا، الصين، الهند، الامارات طبعا، البرازيل، استراليا كتير كمان. حلو قوي. فبالتالي كل الثقافات بكل الادمغه ببقى قاعد ساكت. خامس حاجه، دايما اول لما يتعمل فلوس ما تفتكرش نفسك حاجه، معاك زي ما معكش. عارف ليه؟ هتريح. انا عن نفسي البرفورمانس بتاع زمان غير دلوقتي، التيم كبر، واعتراف بالمشكله هي حل نص المشكله. كنت زمان بفرك بقى وفيديوهات واصور لوحدي واعمل ومنتج وعندي ستورز وبتاع، انا لسه عندي 23 سنه، بس تحس ان انت بقى عارف انت الفلوس هتخملك. فبالتالي دايما تخلي نفسك في التزامات، دايما تخلي نفسك ما معكش فلوس، يو ستيل بروك. انت بروك. يعني ايه بروك؟ يعني خليك فقير. هتكون فاكر ايلون ماسك وجيف بيزوس والناس دول لما يكون يقول لك انا معايا 100 مليار، هو معاه 100 مليار في جيبه، مفيش اصلا ورق ب 100 مليار. فالفكره كلها في هو عنده اصول، عنده دنيا. انا عن نفسي حط في عقارات، حط في عربيات، حط في معدن. يقول لك عمله الارض هي الذهب، حط فلوسك في ذهب، في اي حاجه، بس بلاش اسهم طبعا، ما بنصحش بيها. فالنقطه كلها دايما ما تخليش كاش في جيبك، الكاش بيخليك على الحديده. طول ما انا عن نفسي والله في ناس بيقول لك انت يا سيف معاك 100,000 دولار ومش ماشي، انا معايا، بس انا بحط بره، بحط على طول ادخل. ولسه هتكلم وانا واقف كده، هتكلم في فيديو جاي ان شاء الله عن الفيوتشر بلان بتاعت السنه دي هعمل ايه، والانفستنج اللي انا هعمله. النقطه كلها دايما حلها جالك مليم، ودايما حد هيتكلم معايا يقول لي سيف انا لسه ما جاليش مليم، هفكر في ايه؟ حط دي في بالك واشتري الكلام وخليه في بالك وخلاص. عملت ما عملتش خليه في كلام، خليه في بالك. هتخمل، هتكسل، وهتخش في الراحه. انا عن نفسي عندي سواق، عندي دنيا، عندي ناس تعمل لي شاي وقهوه، مش عارف ايه. العيشه دي انت تماديت فيها، مش هيبقى عندك العافيه. مش هو بيقول لك ربنا يديك الصحه والعافيه؟ انت مش هيبقى عندك العافيه، هيبقى في صحه بس مفيش عافيه، انت مش عافي. ودول 5 حاجات قررت ان انا اتكلم معاكم فيها من القلب. قول لي ايه اكتر نقطه انت خايف منها، وايه اكتر نقطه انت كنت حاططها في بالك وقلت انا هعمل العكس. بس كده. ما تنسوش تتابعونا على كل السوشيال ميديا، خصوصا الانستجرام والفيسبوك جروب، وما تنسوش تسالوا على الكوتشنج عشان في خصومات بالنسبه للصيف. واشوفكم على خير، سلام عليكم.